بسم الله الرحمن الرحيم. مساء السلام، ونحن نمد جسور الثقافة والفن لأجل السلام في وطن السلام. معالي سفير دولة فلسطين، معالي سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية، السيد المدير الجهوي للثقافة بجهة الرباط سلام قنيطرة، والأخت التي نابت عنه، السيد رئيس الجامعة المغربية للشعر والفنون، السيدات والسادة الشعراء والأدباء والفنانين، أيها الحضور الكريم. بدعم من المديرية الجهوية للثقافة بجهة الرباط سلام قنيطرة، تنظم الجامعة المغربية للشعر والفنون الدورة 10 لمهرجان الرباط الدولي لصناع السلام، الاحتفالية الكبرى للشعر بالمغرب سابقا. ويشارك في المهرجان شعراء وأدباء وفنانون، تأكيدا منهم على أهمية صناعة أو بناء السلام لتجسير العلاقات بين الأمم، إذ أن عامل الثقافة والفن يساهمان في بناء جسور الثقة والتعايش وتعزيز أسس الديمقراطية والسلم والاستقرار الاجتماعي، الذي بدون هذا الأخير لا يمكن الحديث عن التنمية والازدهار. إن الجامعة المغربية للشعر والفنون ما فتئت تنظم العديد من التظاهرات الثقافية والفنية ذات البعد الوطني الإفريقي العربي والدولي، ومعظم هذه الملتقيات نضع في أولوياتنا الإسهام في تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الثقافية من منطلق رسالة سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، الرسالة الملكية السامية بتاريخ 30 غشت 2013، والتي يؤكد فيها جلالته على ضرورة دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية، حتى أن المهرجان الدولي للدبلوماسية الثقافية والشعر الإنساني أضحى قبلة للشعراء والأدباء من مختلف أرجاء العالم. وقد تشرفنا العام الماضي 2023 كون المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة، وقد تشاركنا مع الأردن الشقيق مناسبة غالية، ألا وهي الذكرى المئوية لتأسيس المملكة. ونحيي بحرارة وبكل تقدير معالي السيدة جمانة غنيمات سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، والتي نتشرف بحضور ومشاركة معاليها معنا في هذه الأمسية الثقافية الفنية الدبلوماسية. وخلال أكتوبر من هذا العام سنكون مع الدورة 9 للمهرجان الدولي للدبلوماسية الثقافية والشعر الإنساني جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيف شرف الدورة، تحت شعار الرباط والقاهرة شراكة دائمة. سيدات والسادة، مهرجان الرباط الدولي لصناع السلام في دورته 10 هذا العام يحتفي بالشاعرة المغربية السابقة السيدة خديجة أبي بكر ماء العيني، تقديرا لمنجزاتها الأدبية ولإسهاماتها في خدمة الحقل الثقافي الوطني، على اعتبار أن شاعرتنا من الشعراء والأدباء المعاصرين الذين واكبوا وعايشوا بزوغ فجر الاستقلال المغرب، المواكبين لمسيرة استكمال وحدته الترابية. سيداتي سادتي، تبقى فلسطين عموما والقدس على وجه الخصوص في قلب ووجدان المغاربة والإنسانية قاطبة. شكرا لمعالي السفير الفلسطيني بالمغرب على موقف الحكمة واتخاذ السلام خيارا استراتيجيا للسلطة الفلسطينية ولدولة فلسطين. وكما عبرتم معالي السفير في أكثر من مناسبة أن بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفة جلالته رئيس لجنة القدس، بلادنا داعمة قوية لعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني لنيل مشروعية إقامة دولته المستقلة في تعايش بأمن وسلام في منطقة الشرق الأوسط. عاش السلام وعاشت الإنسانية بلا حدود. وفي الختام يشرفني دعوتكم سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم للاستمتاع بفقرات هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا سي عبد الحميد الزيري. طبعا قبل استكمال فقرات هذه